ازاي احدد الاجهزه من جوه راوتر اورنج في دي اس ال الجديد اللي بيدعم السرعات العاليه والفائقه اللي بتوصل معاك لحد 100 ميجا، ودي يمكن تكون من اقوى الطرق اللي تمنع تهكير الراوتر بتاعك او سرقه الواي فاي بتاعك. واللي احنا نقصده في تحديد الاجهزه مش انك تقول للراوتر بتاعك شغل لي بس 5 اجهزه، فلو 5 هكروا عليك الواي فاي انت نفسك ممكن ما تعرفش تدخل، لان انت بالنسبه للراوتر بتاعك هتكون رقم 6. انما اللي احنا نقصده بتحديد الاجهزه اللي تتصل بالواي فاي ان انا بدخل جوه الراوتر وبحدد الاجهزه باساميها وبالماك ادرس بتاعها، علشان مش اي ماك ادرس يكون مسموح له ان هو يكونكت على الواي فاي بتاعه. وجوه الراوتر دلوقتي هنشوف 3 اختيارات هنتكلم عليهم عملي بالتاكيد. والاختيار الاول ان انت بتسمح لاي حد يتصل بالواي فاي بتاعك ان هو يشتغل عادي، وده هيكون اسوأ اختيار واسمه allow all computers in the WLAN. اما الاختيار الثاني واللي انا بفضله في تحديد الاجهزه اللي تتصل بالواي فاي بتاعي اسمه only allow specific computers in the WLAN، يعني بس اسمح للاجهزه اللي انا هحددها لك انها تتصل بالواي فاي بتاعي. معنى كده ان انا لو اديت الباسورد بتاع الواي فاي بتاعي لاي حد بعد ما احدد الاختيار ده مش هيقدر يدخل على الراوتر بتاعي. اما الاختيار الثالث والاخير اللي احنا هنشوفه مع بعض فاسمه disallow specific computers in the WLAN، يعني ما تسمحش للاجهزه اللي انا هحدد لك عليها، واي جهاز احدده لك ما تسمحش ان هو يكونكت على الواي فاي بتاعي. وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي، تامين الواي فاي بتاعي بتحديد الاجهزه اللي تتصل بالواي فاي. ويلا بينا نشوف. ودلوقتي اكيد كلنا متصلين على الواي فاي بتاعنا، فاكيد هنفتح صفحه المتصفح بتاعنا وهنكتب 192.168.1.1. في اليوزر نيم بنكتب كلمه يوزر كلها سمول، وفي الباسورد بنكتب كلمه اورنج يوزر كلها سمول، وبعد كده هنعمل لوج ان ولازم كل الحروف تكون سمول. هاكد عليك تاني. بعد كده هندخل على الانترفيس، هنعمل كليك على كلمه هوم نتورك، وبعد كده في الشمال في كلمه تانية اسمها WLAN اكسس، وهندخل على بعد كده على كلمه اسمها WLAN اكسس رولز. هنعمل كليك عليها هيفتح لي الثلاث الاختيارات اللي قدامنا. واول اختيار وده الاسوأ اللي انا بحذر منه، ان انت لو سبته مفتوح او ان انت اخترت الاوبشن ده ان هو allow all computers، يعني بتقول للناس كلها اي حد يقدر يتصل على الواي فاي بتاعي فهيشتغل عادي جدا. تاني اختيار ده اسمه only allow specific computers، يعني الاجهزه بس اللي انا هحددها لك هي دي الاجهزه اللي تشتغل، انا اللي هحدد بايدي. انا عندي كذا جهاز ظاهر دلوقتي قدامي، عندي 3 اجهزه. فالجهاز الاول ده اللي هو اللاب بتاعي انا شغال عليه فخلاص انا محدده. الجهاز الثاني لو انا عايز احدده. الثالث لو عايز احدده علشان ما يبقاش فيه امكانيه ان رابع او خامس يدخلوا معانا. طيب انا دلوقتي عايز احدد بس الجهاز بتاعي اللي هو اللاب، وهنعمل تيست على الموبايل وهنشوف هو هيتصل ولا لا. وهيظهر لك دلوقتي على الشمال الموبايل وهو اصلا متصل بشبكه الواي فاي، وهنشوف بعد ما نعمل سيف ايه اللي هيحصل. لو تلاحظ دلوقتي انا اسم الشبكه بتاعتي اسمها اورنج داش يوزر اورنج داش 27، هو بالفعل متصل. خلينا نشوف بعد ما نعمل سيف ايه اللي هيحصل، وتلقائي من غير اي تدخل مني. اول ما بعمل سيف وبيبتدي يحس بالاكشن ده هتلاقي ان الموبايل فصل تلقائي. وبعدين لو حاولت ادخل تاني على اسم الشبكه بتاعتي اللي انا اصلا كنت لسه متصل بيها واللي انا اصلا معايا الباسورد بتاعها، اكيد مش هقدر ادخل. تعال نجرب كده. هو بيحاول يتصل وفي الاخر يقول لك مش قادر اتصل بالواي فاي ده، او في حاجه منعاني ان انا ادخل على الواي فاي ده اللي اسمه تحديد الاجهزه او حظر الاجهزه من جوه الراوتر بتاعي. تالت اختيار اسمه disallow specific computers، يعني الاجهزه اللي انا هحددها لك ما تشتغلش. خلي بالك علشان هيبقى في فرق ما بين الاختيار ده والاختيار اللي قبليه. بس قبل كده انا اطلع اعمل allow all computers. ليه بقى؟ لو انا جالي ضيف مثلا وعايز ادخل الضيف ده وانا محدد الاجهزه، فلازم اطلع اختار الاختيار الاولاني وادخل الضيف ده وبعد كده احدده من ضمن الناس اللي متحدده. او لو انا عايز ارجع الجهاز ده تاني لازم اعمل كده، يا اما احدده من ضمن الناس اللي تشتغل او ارجع اعمل allow all computers. طب انا دلوقتي طلعت اخترت اول اختيار ليه؟ علشان ادخل الموبايل دلوقتي علشان اشوف بعد ما اعمل disallow اللي هي تالت اختيار، يعني هشوف ايه اللي هيحصل علشان نبقى بنشوف كل حاجه عملي. تعالى نختار كده disallow all computers، والاختيار ده معناه اللي انا هحدده لك ما يشتغلش. يعني انا لو عملت سيف على الوضع ده اللابتوب بتاعي هيفصل اول الاجهزه. فالفرق ما بينه وما بين الاختيار التاني ان التاني بقول له اللي انا هحدده يشتغل، والتالت بقول له اللي انا هحدده هو اللي ما يشتغلش. لاحظ كده ان اصلا الموبايل متصل عادي جدا. واول ما هعمل سيف دلوقتي زي ما احنا بنعمل سيف دلوقتي ويحس بالاكشن تاني هيبتدي يفصل لي الجهاز ده، بمعنى اصح ان هو حظر الجهاز ده من انه يكون متصل على الواي فاي
بتاعي، ودي تقريبا من اقوى الطرق ان انت تأمن بيها الواي فاي بتاعك، ان انت تحدد الاجهزة اللي تتصل بالواي فاي، انهي جهاز يتصل وانهي جهاز ما يتصلش، انهي جهاز احدده بانه ان هو يكون من ضمن الاجهزة اللي مسموح لها انها تشتغل. وتلقائي طبعا لو انا اخترت الاختيار التاني انا بقول له حدد الاجهزة دي، فاكيد هو مش هيحدد لاي اجهزة تانية. اما الاختيار التالت طبعا اللي هو بتقول له اللي انا هحدده ما يشتغل. ودي كانت اسهل طريقة ازاي تحدد الاجهزة علشان تمنع اختراق الواي فاي بتاعك والباقة ما تخلص على مدار الشهر. واشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله، وشكرا لكم.